والله الدنيا مش مستاهلة. والله الدنيا مش مستاهلة اللي ده يتكلم على ده وده يتكلم على ده. في الأول وفي الآخر كلها متر في متر، كلنا رايحين. هتعيش قد ايه؟ هتعيش كام سنة يعني؟ مهما عشت انت في اخرك خالص، متر في متر كده تحت الارض. هتاخد من الدنيا دي كلها كفن لونه ابيض، مفيش الوان تاني. لا اصل انا بحب اللون الاحمر، لا اصل انا بحب اللون الازرق، ولا ازرق ولا احمر، هو كفن ابيض مفيش الوان. ده اللي هتاخده من الدنيا مهما عشت ومهما رحت ومهما جيت، مهما طلعت مهما نزلت. ان شاء الله تكون التوب في البلد دي. هتروح هتيجي هتعمل هتسوي كل اللي انت هتعمله هيتردلك في الدنيا او في الاخرة. في الاخرة مفيش محسوبيات زي الدنيا، مش تدفع وتعدي. لا، هناك الحق حق. لو حد ليه عندك حاجة هياخدها، يعني هياخدها، سواء بقى بإرادتك أو غير إرادتك. خلي بالك وانت عايش في الدنيا دي. في واحد زمان قال لي مقولة كده: خلي بالك من أفعالك علشان لفة ورجعالك. هي فعلا رجعالك سواء في الدنيا أو في الآخرة. فخلي بالك من أفعالك علشان لفة ورجعالك. انا مش كامل الاوصاف ولا الصالح، اكيد غلطان، اكيد زعلتكم مني وفيكم من شايفني شيطان. فسامحوني ان في يوم قصرت، وانا مسامح وكله يهون، عشان العمر مش مضمون ولا الايام دي ليها ضمان. وحلفكم بدين الله ما حد يجيب في سيرتي بسوء، ولو مظلوم انا مسامح، ولو ظالم انا محقوق. في قلبك شيء فقولهولي وهديك حقه في الدنيا. مانيش حمل ان يوم الحق تقولي وتطلبه في حقوق.